اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ شايفين الحاجة الحلوة دي؟ حاجات بسيطة جدا عملناها في ثانية. لو نفسك تاكلي اي حاجة حلوة كده وجميلة وشكلها شيك، وفي نفس الوقت هتشرفك قوي لو حد جالك، وفي دقايق، وكمان ما خدتش مننا 10 جنيه. 10 جنيه هتعملي الحاجات الحلوة دي ازاي؟ انا هعملها معاكم دلوقتي. بحاجات بسيطة جدا جدا، مش هتكلفك كتير، وفي نفس الوقت تبقى عملتي حاجة حلوة لأولادك بعد الغدا، ان هم يحلوا وياكلوا، وما كلفتيش نفسك. وخصوصا ان احنا دلوقتي في زمن الاسعار المهولة وزيادة الاسعار كل شوية، فما بنقدرش ان احنا نعمل حاجات كتير. تعالوا بينا بقى نشوف كده. دي بسكوتات عادية خالص تبع تشكيلة ذوقك انتي. انا جايبه بريو، وجايبه بسكوتات من العاديه خالص زي ما انتم شايفين كده. المهم ما تبقاش الكيكات فيها شوكولاتات، لان احنا جايبين زبادي الشوكولاته والكراميل علشان هنحطهم عليهم. هتشوفوا دلوقتي يا حبايبي هنعملها ازاي. تقسيمه بسيطه جدا هنعملها. هتلاقي يعني انا هعمل واحده معاكم دلوقتي واكمل الباقي. هنجيب طبعا اللي هي الكيكه دي العاديه، هنقطعها كده اول حاجه في الطبق بتاعك وتنزلي بيها. وبعدين نبدأ ان احنا نقطع كمان الباكت التاني. يعني كل طبق هياخد معاكي كيكاية كاملة. كيكاية كاملة انا طبعا في اطباق تانية بعملها. الكيكة دي هتقطعيها تقريبا 4 أو 5 قطع، هتنزلي بيهم في الطبق زي ما انت شايفة كده. قطع صغننة عادية خالص، بتقطعيها بقى بالسكينة وتقطعيها بإيديكي، ما تفرقش. احنا اللي هناكل بصراحة. وطبعا انا غاسلة ايديا كويس، وهنبدأ ننزلها كده. وبعدين يا حبايبي بتقسميها كويس كده علشان لسه هتبدأي تحطي حاجات تانية. دي اول حاجة عملناها اهو، حطيناها في الطبق العادي بتاعك خالص. وبعدين هنبدأ نحط عليها الكراميل. الكراميل عشان فاتح، وهنخلي الشوكولاتة من فوق عشان تديها شكل حلو. زي ما انتم شايفين كده الكراميل بتاعنا جميل ولذيذ، وبيتباع في اي سوبر ماركت. حلو جدا، يعني مش هتعمليه هيبقى جاهز. هتنزلي بيه على الكيكات كده زي ما انت شايفة، هيديك طعم خرافة وشكل كمان رائع. هننزل بيه كله على الطبق بتاعنا. يعني الطبق معاكي مش هيكلف 10 جنيه. طبعا بقى لو هتعملي كذا طبق هتجيبي زبادي بزيادة. انا نزلت بيهم كده الكراميل بتاعنا. وبعد ما نزلت بيه هبدأ ان انا اجيب اللي هو زبادي الشوكولاتة عشان نبدأ نحط طبقة منه. وبعد ما انا عملت الاطباق كلها طبعا الاول، زي ما انتوا شايفين عملت 3 اطباق على عدد الاسرة. لو انتوا اكتر هتكتروا طبعا. بنزل بالكراميل على كل طبق فيهم، بغطي خالص الطبقة الاولانية اللي فوق دي. لازم تغطي الكيكة خالص عشان يبقى منظرها زي اللي بتتباع بره جاهزة، وتبقى طعمها كمان حلو. هبدأ انزل كمان بالكراميل اللي موجود على الطبق التالت بتاعنا، واغطيه خالص زي ما انتوا شايفين برضو. التلاتة بقوا مجهزين عندنا بالكراميل. دي اول حاجة انتي حطيتيها بعد الكيكة. هتبدأي بقى تجيبي زبادي الشوكولاتة. مش هتحتاجي غير كوباية واحدة لانها هتتقسم عليهم زي ما انت شايفة كده. هنبدأ نجيبه وننزل في النص عشان طبعا نبين الكراميل. وده هنحط في كل طبق في النص بس قطعة زبادي شوكولاتة عشان تدي بس منظر كده، وتقفل معانا اللون، وتدي منظر زي الاطباق اللي جاهزة اللي بتتباع في محلات الحلويات. طبعا انت عملتي كده حاجة سهلة، ما خدتش معاكي وقت، ما خدتش تكلفة كتير. عملت لهم حاجة حلوة في البيت، حلوة وجميلة، وطعمها كمان كان رائع جدا. زي ما انتم شايفين كوباية واحدة من الزبادي الشوكولاتة كفة، وفض يتعمل طبق رابع كمان. هنبدأ بقى نغطيه كده من النص بس علشان نزينه بعد كده بحاجات تانية. احنا جايبين طبعا معانا كمان البريو، ومعانا بسكوتات اللي هي اللي هتشوفوها دلوقتي بتحلي وبتدي منظر حلو. كل حاجة بصي تقدري انت تفنني بقى، تفنني في الطبق بتاعك الحاجات اللي انت بتحبيها. ايوه عندنا البسكوت ده، هحط كده واحدة في كل واحد، هتدي منظر حلو زي اللي بيتباع بره برضو، ومنظرها شيك. وانا كده خميتهم بصراحة في البيت، وعملت لهم حاجة حلوة من ما فيش.
شايفين يا حبايبي؟ وابدا اجيب بقى البريو اللي هو الباكت اللي معايا كمان، احط في كل طبق اتنين، واحده زي ما انت عايزه، بنحط واحده كده في الناحيه دي وواحده في الناحيه التانية. بصي بقى، وبعدين كمان لو انت عندك فورماسي شوكولاتة، فورماسي ألوان، سوداني، جوز الهند، أي حاجة موجودة عندك تقدري ترشيها فوق الوش كده عشان تديكي شكل حلو رائع، وفي نفس الوقت تحلي الطبق ومنظرها يبقى جميل. ادي البريو اهو، هبدأ انزل بيه كده في النص او في الجنب زي ما انت عايزه. هتحطي واحده، هتحطي اتنين، حسب ما انت برضو عايزه. انا عندي بالزياده بقى فقلت احط اتنين في كل واحده كده، تدي شكل وتدي منظر. بس والله الطبق طالع شكله خرافه وجميل، ولو عندك ضيوف مش هيفكروا ان انت عاملاه جايباه جاهز ولا انت عاملاه في البيت ولا ده هيبقوا بصراحه مبهورين بيه وبطعمه. طعمه كان جميل جدا 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 زي ما انت شايفه كده. شوف المنظر. لسه محطناش كمان حاجه، هنحط فورماسيه كمان فوق الوش علشان يغطي بقى الالوان بقى مع بعضها كده، تدي شياكه وتدي منظر حلو. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، برش كده بقى حاجه بسيطه فوق الوش الالوان دي. وبكده حبايبي نكون حطينا عليها كمان الفورماسيه الملون. زي ما انتوا شايفين كده الشكل النهائي جميل جدا جدا، وبألف هنا وشفا، وجربوها صدقوني هتحسوا ان هي جميلة جدا، والمنظر كمان رائع والطعم كمان حلو. ويا رب تكون عجبتكم النهاردة، وايه رأيكم فيها؟ جميلة جدا جدا وبألف هنا. وعايزة بقى اللايكات بتاعتكم الجميلة والاشتراكات الحلوة والتعليقات الحلوة، علشان كل ده بيشجعنا وبيخلينا ان احنا نعمل احلى حاجة، وبننزل حاجات كتير، وبنتشجع ان احنا ننزل حاجات كمان تانية. ويا رب اكون عملت حاجة تعجبكم النهاردة، وبألف هنا. ونقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.